لو معاك شقة إسكان اجتماعي وبتفكر تبيع أو تنقل ملكيتها فخد بالك كويس، لأن أي تصرف من غير الطريق الرسمي ممكن يعرض وحدتك للسحب وتروح في مشكلة كبيرة مع اللي اشترى منك. والسؤال المهم، هتدفع كام عشان تفك الحظر وتنقل الملكية قانوني؟ كلامي واضح، تفك الحظر يبقى معداش لسه 7 سنين. الفكرة اسمها السداد المعجل، وبتعتمد على سداد الأقساط اللي فاضلة، ومعاها فرق السعر بين تمن الشقة وقت ما استلمتها وتمنها في آخر إعلان طرحته الدولة. يعني لو شقتك كانت ب184 ألف جنيه وبقت في آخر إعلان ب500 ألف، يبقى فرق السعر هنا 316 ألف جنيه، وبعدها بتتحسب نسبة من الفرق زي 40% مثلا، يعني حوالي 126 ألف و400 جنيه، وبيتخصم منها أي مبلغ سبق دفعته أثناء تقديم الطلب. والتقديم بقى من خلال أجهزة المدن أو مديريات الإسكان في المحافظات، بمستندات عقد الوحدة ومحضر الاستلام، عقد البيع أو التنازل، بطاقات الطرفين، ومخالصة التمويل العقاري. الخلاصة، الطريق القانوني واضح، لكن أي بيع من الباطن قبل فك الحظر ممكن يقلب المكسب لخسارة كبيرة وسجن وضياع.